أبوي عندي نصيحة للمتابعين تحديدا اللي بكبر سني. ايوه شباب توهم. أنا عندي نصيحة لهم، وأنا أتكلم حاليا عن التهور أو التفحيط. اللي يفحطون لك عند المدارس ولا في الشوارع العامة ويجون الناس يعززون لهم. ترى هذا التعزيز ما هو إلا تعزيز إلا على الهبوط، يعززون لهم على الهبوط وعلى النزول. تروح هيبتهم ويحرقون قلوب أمهم وأبوهم على قل سنع وقلة فائدة. واخر شيء لا صدم ولا صدم له واحد ولا انقلب ولا خبطت مكنة السيارة ولا صار شيء، هذول اللي يعززون يختفون ولا كأنهم كانوا شيء ولا هم نافعين بحاجة. كلام في صميم العقل صراحة، يعني يعززون له على الهبوط وعلى النقادة وعلى، يعني لو عززوا له على شيء ثاني مثل ايش؟ يعني مثل الصلاة ولا طاعة الوالدين كان شيء كويس على يا سلام. لو عززوا لك على كذا يا سلام، عز الله هذول أصدقاء 100%. عززوا لك على طاعة أمك وعلى طاعة أبوك وعلى الحفاظ على ممتلكات والدك ولا ممتلكاتك، هذول يحطهم على قلبك نية. لكن اللي تفحط وقدام الناس ويصفقون لك ويعززون لك، طيب يا حمودي، ايوه يا حمودي دعس، اديني يا حمودي، اديني يا حمودي، كر 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 كر. ايش الفائدة؟ عز الله ما علموك على صح. والله يعززوا لك على النقادة. أقل شيء إن الناس ينتقدونك، وأقل شيء يجيك نقادة من الناس وما عاد يحترموك الناس. لهذا قالوا هذا ولد فلان، صح ولا لا؟ هذا هو. اي والله يا بابا ان الكلام فارغ صح. وانا بعد اقول ان التفحيط او التهور هو يعني مشكلة كبيرة مرة. واذا ابوك يعني يفرحك ويشتري لك سيارة جديدة ويحوش ويجمع عشان يشتري لك سيارة جديدة، في الاخير انت تروح تسمع كلام ذولي وبعدين تفحط فيها وتخربها. الله يعطيك العافية. والله نصيحة انها 100 فاسأل الله هذه والله من القلب محبة، ما هي يعني وش يعني؟ بدل ما تسمع كلام اخوياك اسمع كلام امك وابوك. جرب يمكن يكون في فايدة. لا تسمع كلام اخوياك. لا تسمع كلام الثاني اللي يسوي له حمودي 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 حمودي.